يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفه جميله جدا حلوه قوي قوي قوي، كبير وصغير بيحبها. هنعمل النهارده مع بعض ان شاء الله احلى دونت ممكن تعمليها في حياتك، سهله بسيطه. يعني مش هعقد لك الدنيا قوي، وهنستخدم الحاجات اللي موجوده عندنا في البيت. انتظروا الفيديو ان شاء الله وتابعوه للاخر، ان شاء الله تجربوا وصفتي النهارده وتعجبكم. سلام. يلا بينا مع بعض كده اقولك على مقادير سهلة وبسيطة، وهقولك على كمية قليلة علشان لو اول مرة تجربيها ان شاء الله تنجح معاكي. معايا هنا اول حاجة 4 كوبايات من الدقيق، والدقيق يكون خاص بالمعجنات او المخبوزات او دقيق الضحى. تمام، 4 كوبايات ونص من الدقيق او نص كيلو دقيق. معايا بعد كده معلقتين كبار مليانين من الزبدة، اي نوع زبدة انت بتحبي تستعمليه، او 65 جرام من الزبدة. طبعا بدرجة حرارة الغرفة، لازم تبقى طرية، زبدة طرية. معايا بيضة واحدة بس بدرجة حرارة الغرفة. طبعا انت معايا بيضة يبقى لازم يكون معايا الفانيليا بتاعتها. ومعايا ظرف من الخميرة الفورية، او لو عندك خميرة بيرة. وهناخد معلقة كبيرة بيكنج باودر، وهنعجن بكوباية لبن. يلا بينا هنعمل مع بعض الطريقة، تابعوني. يلا بينا، بسم الله، نبدأ كده مع بعض واحدة واحدة ان شاء الله. بداية كده ال4 كوبايات ونص دقيق ممكن يوزنوا معاكي 650 جرام من الدقيق. تمام، عايز تعملي نص كيلو مفيش فايدة، بس ممكن تحتاجي معلقتين او 3 معالق زيادة من الدقيق. حطيت على الدقيق ظرف الخميرة كله، وهحط كمان ظرف البيكنج باودر كله. ولو عايرتيها بالمعلقه الكبيره اللي هي بتاعه الاكل دي، هتلاقي ان ظرف الخميره بيساوي معلقه كبيره مليانه، وظرف البيكنج باودر بيساوي معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر. وطبعا رشه الملح اوعي تنسيها في اي معجنات او مخبوزات انت بتعمليها. كل اللي هعمله ان انا هقلب المواد الجافه مع بعض كويس جدا جدا، علشان اتاكد ان كل المواد اختلطت مع بعضها. البيضه هجيبها واحط عليها الفانيليا، وهضربها كده بس ضرب بسيط، وبعد كده هزودها على المكونات بتاعتي. ما بحبش احط البيضه زي ما هي كده، لازم بس اديها ضربه كده مع الفانيليا، بحيث ان انا اتاكد ان الفانيليا تدخلت كويس جدا مع البيضه عشان اي ريحه زفاره. وهقول لك كمان على سر حلو قوي قوي، علشان تتاكدي 100% انك مش هتشمي اي ريحه زفاره خالص في المعجنات بتاعتك. وبعد كده هعجن بلبن. الدقيق معايا علشان دقيق مخصص للمخبوزات، ما اخدش مني سوائل كتير. كل اللي اخده كوبايه اللبن اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، ومعلقتين كمان بس كده اللي انا لميت بيهم العجينه. بس هعجن انا اصريت النهارده ان انا اعجن بايدي مش بالعجان، علشان اللي ما عندوش عجان يقدر ان هو يجرب وصفتنا النهارده، وان شاء الله تعملوها بكل سهوله. واصريت برضو ان انا اسيب لكم المقطع ده بعد اضافه الزبده بالذات، لان العجين او عجينه الدونت خاصه يعني بعد اضافه الزبده بتفرول، وتحسي ان العجينه باظت. لا، هي ما باظتش خالص، هي بتعمل كده بتفرول منك وبتتقطع، وبعد كده بترجع تتلم مع العجن المستمر. دي المعلقه الخل اللي انا قلت لك عليها، سر من اسرار يعني ضياع اي زفاره بيض في اي معجنات انت بتعمليها. بلس كمان ان هي بتدي هشاشه حلوه جدا جدا لاي معجنات. وكمان الكيك ضيفي معلقه خل تحفه. خلاص. طيب، الفرق بين العجن بالعجان والعجن عن طريق الايد، زي ما انتم شايفين كده انا هنا بعجن بكف الايد، ان العجن بالايد بياخد وقت شويه. وطبعا دي حاجه حلوه جدا ان انت تعجني بايدك وتلمسي العجين. الناس اللي بتحب ملمس العجين، اعجني بايدك لمده 15 دقيقه. معلش انت هتعجني فتره طويله شويه، بس علشان تطلعي نفس نتيجه العجان. العجان هم 5 7 دقايق بالكتير قوي، وهتلاقي العجينه بتاعتك جاهزه. انا هنا هقول لك اختبار حلو قوي عشان تتاكدي ان العجينه بتاعتك تمام ولا لسه عايزه عجن. بصوا كده معايا، قطعه العجينه اللي قدامي اتقطعت وانا بفردها، اذا هي عايزه تتعجن كويس جدا جدا جدا. سبحي، اذكري الله، سمي بسم الله، صلي على حضره رسول الله طول ما انت بتشتغلي في العجين، عشان ربنا كده يسهلها عليكي ويبقى في بركه في الحاجه اللي انت بتعمليها. خلاص كده خلصت عجن. وده نوع الدقيق اللي انا استعملته، دوبيلا او اي نوع مخصص للمعجنات والمخبوزات، او دقيق البيتزا، او زي ما قلت لك دقيق الضحى، او اي دقيق انت بترتاحي معاه ومتعوده ان هو بيعمل معاكي عرق حلو في المعجنات بتاعتك. هسيب العجينه بتاعتي تختمر لمده ساعه كامله بالظبط، وتعالوا اقول لكم هنعمل ايه بعد كده.
تمام، تمام إن شاء الله. دي العجينة بتاعتي بعد ما اختمرت ساعة ما شاء الله تبارك الرحمن. عجينة الدونت يا جماعة بتبقى عجينة لينة طرية تكاد تكون تلزق في الإيد، بس هي مش بتلزق في الإيد. تمام، بصوا ما شاء الله قطعة مارشميلو معايا. كل اللي هاعمله إن أنا هافرد العجينة على رشة دقيق بسيطة، حاولي بقدر الإمكان ما تكتريش الدقيق عشان العجينة ما تبقاش ناشفة معاكي. هاعجنها قصدي هافردها بالنشابة بالراحة، علشان أنا عايزاها سمكها تخين شوية، مش عايزاها سمكها رفيع، عشان الدونت بتاعي يطلع مرتفع وشكله حلو زي ما بتجيبيه من بره. طب الارتفاع هيبقى قد ايه؟ انا هوريهولك وهقولك برضو بالسنتي. ممكن تعملي الارتفاع من سنتي لسنتي ونص، مش بحبه يبقى اعلى من كده علشان ما تبقاش القطعه كبيره على اي طفل بياكلها. انا بحب قوي اراعي الاطفال في اي حاجه انا بعملها. ودي شكل القطاعه بتاعتي، استخدمت الشكل البيزك العادي. وكمان هقولك هنعمل الدائره الداخليه ازاي في الدونت. الموضوع سهل جدا جدا وبسيط. انا هعمل الشكل المعتاد للدونت العادي اللي بنحبه بنجيبه من اي حته، وهعمل كمان البامبوليني اللي هو بيبقى محشي تشوبست كريم او كريم باستري، هنعمله مع بعض ان شاء الله. وهقولك تعمليه ازاي، حلو جدا وبيطلع طعم جدا جدا. وممكن كمان تستعملي حشو للاكلير. انا هنا اخدت باقي العجينه وهعجنها تاني، هعجنها كويس جدا 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 وهسيبها تختمر تاني. اوعي تستعملي العجينه بعد ما تعملي فيها كده، لازم 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 اسيبها ترتاح على الاقل لحد بس ما هعمل الخطوات اللي انت هتشوفيها قدامك دلوقتي. طيب هعمل ايه؟ هجيب صينيه، هجيب اي حاجه افرش عليها ورق زي ما انتم شايفين كده، وهقول لك انا ليه عامله الورق ده. قطعت ورق كده مكعبات زي ما انتم شايفين، وهرش رشه دقيق وهرص عليه دوائر الدونت كلها. وادي القطعه اللي انا عملت فيها الدائره الداخليه في الدونت. هي عباره عن بلبله، اي حاجه، غطاء ازازه، اي شكل دائري تعملي بس بيه الشكل ده. هنا بوريكي ان انا رصاهم جنب بعض عشان هيختمروا تاني. خلصت كل كميه الدونت العادي او الشكل البيزك بتاعنا. هعمل البامبولين ازاي؟ هقطع العجينة كور في وزن حوالي 40 جرام، هو ده الوزن المناسب، او علشان بس تبقى القطعة مناسبة، او مش كبيره قوي ومش صغيره قوي، تكفي فرد. ولو في طفل زي ما قلت لك تكفي الطفل، حلو قوي كده. هكور الكور بتاعه البامبوليني زي ما انتم شايفينه كده، عن طريق ان انا بكور الكوره وبعد كده باخدها ما بين ايدي واكورها على الكاونتر او على الرخامه. يا اما هقول لك طريقه حلوه جدا جدا تكوري بيها الكور وتطلع كلها متكوره وشكلها حلو جدا جدا وزي بعض بالظبط. زي ما عملت في الدونت العادي هعمل في ده كمان. كل اللي هعمله ان انا هجيب ورق زي ما انتم شايفينه كده، وهرشه بالدقيق وهرص عليه قطع العجين بتاعتي اللي انا كورتها، وهسيبها برضو تختمر في مكان دافئ مظلم، سواء بقى في فرن البوتاجاز او على الكاونتر كده، تغطيه باكياس بلاستيك زي ما هتشوفي، وتطفي النور بتاع المطبخ وهيختمر معاكي حلو جدا جدا. ما تستغربيش من اللي انا بقوله، العجين بيبقى عايز مكان دافي ومظلم. انا كنت مشغله الفرن فالمطبخ كان دافي، وفي نفس الوقت قفلت النور، فهو انا كده هيأت للعجينه الجو اللي يخليها تختمر كويس جدا. انا هنا خلصت خلاص كل الكميه بتاعتي. كل اللي هعمله ان انا فتحت اكياس تلاجة عادية خالص، او فوطة نظيفة انت متأكدة من نظافتها ومش بتستخدميها غير لتخمير العجينة فقط، تغطي بيها العجينة كلها وتسيبيها تختمر لمدة نص ساعة كمان، او لحد ما نعمل اللي انا هقولك عليه دلوقتي. انا معايا هنا صوص كراميل. صوص الكراميل سهل جدا جدا، انا عمري ما بشتري الكراميل، انا دايما بعمله في البيت وعامله له فيديو مخصوص. ان شاء الله هبقى انزل لكم فيديو الكراميل بتاعنا. انا كنت عايزاه تقيل كده عشان يمسك على الدونت بتاعتي، تحفه تحفه تحفه. واوعي تشتريه من بره، اعمليه في البيت. ودي شوكولاته عاديه خالص، اي نوع شوكولاته آه، آم، آه، آم، طبخ يعني انت بتحبيها اي نوع، وتسيحيها في الميكرويف او على حمام مائي مع معلقه زيت نباتي ما يبقاش ليه ريحه. الحاجه التالتة اللي معايا النهارده، معايا معلقه قرفه ومعلقتين 3 4 كده 5 من السكر العادي السنترافيش. ممكن تحطي رشة فانيليا كمان بس انا نسيت. وتقلبي كل الكلام الحلو ده. بعمل الحركة دي ليه؟ عشان بعد ما هقلي الدونت البامبوليني بنزله في الخليط ده، بيبقى تحفة مع الحشو بقى اللي هنعمله مع بعض. خطير خطير خطير، فعلا فعلا. النهارده الوصفة تحفة جدا جدا جدا.
تمام، تمام. ده شكل العجين بتاعي بعد ما اختمر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أديكم شايفين الجمال والمنظر، وهو ده الارتفاع اللي أنا عايزاه. هي دي بقى فايدة الورقة. سيبكم من الطاسة، محدش يتريق لو سمحتوا. أظن الطاسة دي في بيتنا كلنا، بس هي نضيفة وأنا متأكدة من نظافتها، والزيت بتاعي نضيف. طبعا الزيت مش ممكن ابدا استعمل زيت مستعمل يا جماعه، ارجوكوا. الدونت، الزلابيه، بلح الشام، القطايف ما ينفعش يتقلوا في زيت مستخدم قبل كده. تمام. انا هنا الدونت بمسك الورقه بالراحه طبعا، لان انا ما ينفعش ابدا 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 المس العجينه بايديا بعد ما اختمرت. انا لو مجرد ما مسكتها بايديا خلاص كده ايديا هتبصم فيها والتخمير كله هيضيع. فكل اللي بعمله انا بمسك الورقه بالراحه، وفي ايديا التانية اي حاجه بتساعدني ان انا احط العجين بتاعي في الزيت. وخدوا بالكم ان الزيت طبعا بيبقى سخن. طب درجه حراره الزيت قد ايه؟ درجه حراره الزيت بتبقى حراره متوسطه. اللي عنده ترمومتر ممكن يقدر ان هو يقيسها بالترمومتر. بتبقى درجة حرارة متوسطة، وبقلب بالراحة على الوجه ده والوجه ده لحد ما ياخد اللون الجلد التحفة اللي هتشوفوه دلوقتي ان شاء الله معايا. بقلب بالراحة يا جماعة بعد اذنكم، واصبر شويه على الدونت علشان اضمن ان هو يبقى من جوه مستوي، ما يبقاش عجين ني. فهو بياخد وقت شويه، فخليكي طويله البال. اي حلويات عايزه طولة البال، بس كده عشان تطلعي احلى حاجه ان شاء الله. وكل اللي بعمله بعد كده ان انا بطلع الدونت بتاعي على ورق مطبخ عشان يصفي اي بواقي زيت. عايزه اقول لكم ان كميه الزيت اللي انا بدات بيها الفيديو هي نفسها هتبقى كميه الزيت اللي انا نهيت بيها الفيديو. اذا العجين بتاعي ما شربش زيت. طب ما شربش زيت ليه؟ لان درجه الحراره بتاعت الزيت مظبوطه، والتخمير مظبوط، وسويت الدونت بالراحه وما استعجلتش عليه وحطيته على نار عاليه فشرب زيت واتحمر من بره وهو فضل عجين من جوه. فطبعا الموضوع مش هيبقى حلو خالص. بس كده. هكمل القلي بنفس الطريقه. بنزل الدونت بالراحه جدا من الورقه، وياخد وقته في السوى. بقلبه على الناحيه دي والناحيه دي بالراحه. بطلعه على ورق مناديل او ورق مطبخ عايزي انت بتستعمليه. ده البامبوليني برضو بعد ما اختمر هتشوفوا بينتفخ قدامكم ازاي، بجد تحفة جدا جدا جدا. هتسويه بنفس طريقة الدونات العادي. بحطه بالراحة من على الورقة، وبطلعه على ورق مناديل واسيبه يبرد تماما. اي تزيين اي حشو للدونت انا ما ينفعش اعمله الا لما اتاكد 100% ان الدونت بتاعي بارد تماما. لازم يبقى بارد جدا 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 عشان اعرف اتعامل معاه. بس خلاص، اظن الجزء ده سهل جدا وانا وضحته جدا. تمام كده. دي ما شاء الله لا قوة الا بالله كمية الدونت بتاعتي كلها اللي طلعت من 4 كوبايات ونص دقيق. وده وده السكر بالقرفة والفانيليا اللي احنا عملناه مع بعض. اول ما البامبوليني بيطلع من النار بحطه على طول في السكر والقرفة. اذا دي الخطوة الوحيدة اللي انا بتعامل فيها مع الدونت وهو سخن، علشان بس احطه في القرفة والسكر. بصوا البامبوليني، بصوا تحفة ازاي. شايفين الخط اللي في النص الابيض ده؟ دونت يعني بصوا مثالي مثالي، تحفة جدا جدا. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. كل البامبولين اللي عندي هحطه؟ لا طبعا، على حسب الناس بتحب ايه. انا عامله كذا توبينج، وعامله كذا حاجه ان شاء الله تعجبكم. طبعا لو في شوكولاته بيضه واو تحفه يعني. ده الدونت العادي بحطه في الشوكولاته الغامقه او شوكولاته بحليب او شوكولاته بيضه، براحتكم خالص زي ما انتوا عايزين.
انا كان عندي شوكولاته الغامقه اشتغلت بيها وعملت زي ما قلت لكم الكراميل. طبعا كان مسك معايا، طب هعمل ايه عشان افكه شويه واتاكد ان هو يمسك معايا على الدونت؟ بحط بس في الميكروويف تقريبا يعني 20 ثانيه، مش كتير، عشان بس يفك معايا واعرف ان انا احط فيه الدونت بتاعي. هوريه لكم دلوقتي. هو مسحش، هو بس يعني فك كده من نفسه شويه عشان اعمل احطه في الدونت. بس خلاص، الموضوع ان شاء الله سهل وبسيط وتجربوه ويعجبكم. تمام اهو. بصوا هيمسك ازاي، تحفه. انا بحب الكراميل يبقى تقيل كده، وهقول لك ازاي تعمليه تقيل كده ان شاء الله في الفيديو اللي هنزله لكم بتاع الكراميل. علشان يمسك على حبات الدونت كده زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نعمل مع بعض الشوبست كريم، او لو عايز تعملي كريم باستري بس براحتك. انا بعمل ايه؟ انا بجيب كريم باستري وبجيب كريم شانتيه. تمام. بحط كوبايه الا ربع من كريم الباستري البودر، وعليها نص كوبايه من الكريم شانتيه. خلاص، عايزه تحطي فانيليا حطي، بس هما جاهزين. عايزه تحطي سكر بودر حطي، بس انا مش بحب اضيف سكر زياده عشان الشوكولاته مسكره والكراميل مسكر والسكر والقرفه اللي احنا قلبنا فيهم الدونت، فمش محتاجه سكر اكتر من كده. طبعا الخطوه الوحيده اللي انا للاسف هضطر اقولك لازم تستعملي فيها المضرب الكهربائي، او ممكن تستعملي الخلاط، بس الخلاط من وجهة نظري انا بيهدر شوية الخليط الحلو التحفة ده. ضربته كويس جدا لحد ما قوام متماسك كده. هعمل ايه بعد كده؟ هجيب بصوا عايزه بس اوريكم الطراوه والهشاشه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحفه تحفه تحفه. مستوي من جوه وخطير خطير. جبت البلبال اللي انا هحشي بيها، وعملت زي ما انتم شايفين كده فتحات صغيره علشان اقدر ان انا احشي بيها. خلاص، حطيت الحشو بتاعي في الكيس الحلواني او الكورنيه بتاعي، وهبدأ ان انا احشي حبات البامبوليني بتاعتي. الموضوع سهل جدا. بصوا الجمال فظيع ما شاء الله، بجد تحفة جدا جدا جدا. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم ويبقى سهل كده معاكم. حاولوا بقدر الامكان اي حاجة تعملوها لو اول مرة تعملوها تعملوا كميات قليلة عشان تعرفي تظبطي معاكي المقادير، وان شاء الله تنجح معاكي من اول مرة، وواحدة واحدة تبدأي ان انت تزودي الكمية. خلاص، الكمية اللي طلعت معايا دي طلعت من 4 كوبايات ونص دقيق، ظرف خميرة، ظرف بيكنج باودر، معلقتين كبار من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ، بيضة واحدة، في ظرف فانيليا، وعجنت العجين بتاعي بكوباية لبن ومعلقتين. الدقيق مخصص للبيتزا او للمعجنات والمخبوزات او دقيق الضحى. اي دقيق انت بتستعمليه مرتاحة معاه بيعمل معاكي عرق، اوكي تمام مفيش مشكلة. اهم حاجة تتأكدي من جودته ومن صلاحيته، عشان مش بعد ما تعملي كل المجهود ده يرجع في الاخر الحاجة بتاعتك تبوظ ويطلع الضيق هو السبب. دي حاجة. الحاجة التانية الخميرة. لو انت مش متأكدة من الخميرة بتاعتك، من فضلك ارجوكي اعملي اختبار العجينة. بنعمل اختبار العجينة ازاي؟ بحط ظرف الخميرة مع معلقة سكر ونص كوباية مية دافية، واسيبهم على جنب لمدة 5 دقايق 10 دقايق. لو لاحظتي ان في ارتفاع بيحصل وفي فقاقيع بتظهر لك، اذا الخميره بتاعتك مية مية سليمه، واستعمليها وتوكلي على الله. لاحظتي ان مفيش اي فرق والميه زي ما هي والخميره ما اتحركتش، يبقى الخميره بتاعتك بايظه، وارجوكي ما تستعمليهاش، ووقفي اي خطوات بتعمليها لغايه ما تجيبي خميره سليمه ومتاكده من صلاحيتها وتشتغلي بيها. انا هنا كنت خلصت ما شاء الله لا قوه الا بالله التوبينج. بعد الشوكولاته ما سقعت شويه في التلاجة، حطيت الشوكولاته كده في كيس تلاجة عادي خالص، وخرمت الكيس خرم صغير جدا، وعملت زي ما انتم شايفين الخطوط دي هتشوفوها دلوقتي هتبان ان شاء الله في الكاميرا. بتعمل شكل تحفه 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 تحفه. زي ما قلت لك، عندك شوكولاته بيضه ممكن تستبدلي الخطوه دي بالشوكولاته البيضه، بيطلع شكلها خطير، تحفه فعلا. بس خلاص انا هنا خلصت كل حاجه. هبدأ ان انا احطه بقى كده في حاجة حلوة كده وشكلها جميل، تقدميه بقى لضيوفك، تقدميه لولادك لأسرتك. ألف هنا وشفا لأي حد هيجرب وصفة من وصفاتي. شكرا ليكم، شكرا لمتابعتكم، شكرا لكل كل كلمة حلوة بتكتبوها لي. ادعولي في الأيام الحلوة المباركة، أنا محتاجة للدعاء قوي قوي قوي. ادعولي من قلبكم بجد. كل دعوة حلوة هتطلع منكم يا رب ربنا يردها لكم.
لكم بالمثل كل دعوة حلوة بتدعوها لي. مش هطول عليكم أكتر من كده. كل سنة وانتم طيبين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.